السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة هنستأنف فيها إن شاء الله الموضوع اللي بدأناه في الحلقة اللي فاتت عن موضوع الحج والعمرة. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن المملكة العربية السعودية، المدينة المنورة، مكة المكرمة، اتكلمنا عن طبيعة الأرض الجيولوجية والجغرافية. النهاردة إن شاء الله هنقرب أكتر من البعد الروحاني، هنقرب أكتر وهندخل في شق من زوايا العبادة، وهي عبادة ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بها في القرآن، وهي عبادة العمرة. ولكن تلك العبادة غير مفهومة تماما بالنسبة لغالبية الناس. انتوا عارفين ان عند عموم المسلمين كل انسان بيبقى نفسه يروح يعمل عمرة او يحج. لكن هل وانت نفسك تعمل عمرة او تحج، هل انت مدرك ايه الفرق ما بين تأثير العمرة عليك؟ يعني ايه عمرة اصلا؟ وتأثير الحج عليك؟ النهاردة ان شاء الله هتتفك عقدة او هيتحل لغز عن موضوع الحج والعمرة ده. النهاردة هنتكلم عن عبادة العمرة. خدت بالك انت من كلمة العمرة دي جاية من ايه؟ في كلمة احنا بنستعملها كتير شبه العمرة. عارف هي ايه؟ العمر. انت سنك قد ايه؟ عمرك قد ايه؟ ده عمره طويل، ده عمره قصير. العمر. اكيد مش صدفة ان في عبادة تيجي تم تسميتها على عمر الانسان. ادي اول ملحوظة. تاني ملحوظة، لما نيجي نقارن ما بين الحج والعمرة هنلاقي ان الحج عبادة راسخة وتقيلة وبتتعمل في العمر مرة واحدة، لكن عبادة العمرة لفظ مؤنث تحس ان هو اقرب، يمكن تكراره، اسهل، ومرتبط بعمرك اكتر من موضوع الحج. طبعا احنا في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن العمرة بالتفصيل، وبعدين في الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم عن عبادة الحج، عشان تشوف صفحتين كده مفتوحين قدام بعض، دي حاجة ودي حاجة. في بداية كلامنا عن العمرة لازم احط العمرة تحت اطار، الاطار ده هيخليك من هنا ورايح هتبقى عايز تعمل العمرة. اسمه ايه؟ المتعة او المتاع. ربنا بيقول فمن تمتع بالعمرة الى الحج. بالبديهة كده، هل في عبادة بيجي معاه كلمة تمتع؟ يعني الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، جميع العبادات كلمة تمتع دي انت عارف يعني ايه تمتع؟ يعني المتاع، يعني السيارة، الاكل، اللبس، السفر، ده يتسمى تمتع. العبادة الوحيدة اللي جاء معاها لفظ تمتع يعني متاع هي العمرة. عارف ده معناه ايه؟ معناه ان العبادة الوحيدة اللي تنضم او تتحط مع قائمة المتاع. يعني انت محتاج ايه؟ منزل، ده متاع. زوجة، متاع. سيارة، متاع. عيال، مال، شغل، كل دي انواع الايه؟ المتاع. متاع الحياة الدنيا. تخيل ان في عبادة بتدخل في قائمة المتاع اسمها العمرة. ولذلك ربنا بيقول ايه؟ فمن تمتع بالعمرة. تمتع ايه؟ في ايه في العمرة؟ يجعل العمرة تنضم الى قائمة المتاع الاساسي في حياتنا. ده اللي هنفهمه في الفيديو بتاع النهاردة ان شاء الله، بحيث ان انت تروح تعمل عمرة وتتمتع بتلك العمرة. اول حاجة لازم نعرف ان ربنا سبحانه وتعالى حط للإنسان تعميرة. يعني ايه تعميرة؟ اللي هي بيجي منها العمر. عارف لما يبقى فيه زي زمان كده لعبة بالزنبلك، كان في زمان ألعاب بسيارة مثلا بتقعد تلفها كده وتقوم سايبها، تقوم ماشية شوية لغاية ما اللفة اللي جواها تخلص، عايزها تمشي تاني تقوم انت ايه؟ لففها تاني بالزنبلك، تقوم ماشية مدة. دي اسمها ايه؟ بتعمرها. فالتعميرة دي بتاخد مثلا 3 متر ماشي. هل تتخيل ان الانسان ماشي بنفس المبدأ؟ والمبدأ ده هيفكرني بموضوع الدوامة. احنا عاملين زي الزنبلك ودوامة، وبتتلف لفة كده معينة تتعمر. فالتعميرة دي مثلا تديك ربع قرن، تديك 25 سنة، بعدين تفضي فتتعمر تاني فتقوم عدتك مثلا 25 سنة تانية.
هنا بقى هيجي حاجة اسمها العمر بتاع الإنسان. إيه هو عمر الإنسان؟ هل عمر الإنسان بيحسب بعدد السنين؟ يعني أنت مكتوب إنك هتعيش بالرقم الفلاني، ولا بتعميرة معينة ممكن تخلص بدري أو ممكن تطول؟ ما هو الفكرة هنا إن أجل الإنسان وعمره لما جاء في القرآن ما ارتبطش بسنة، قال لك إيه؟ عدد سنوات معين. حتى ما بنشوفش في القرآن إن النبي الفلاني عاش مثلا 60 سنة. الفكرة بتاعت عاش 60 سنة و70 سنة دي إحنا اللي بنعملها، بس هي قرآنيا ما بتشوفش لا أثر. ما بتشوفش مثلا إن موسى عاش كام سنة، لا، ما بيجيش الموضوع ده، لأن عمر الإنسان مرتبط بحاجة بره السنين اسمها التعميرة. حتى ربنا بيقول إيه؟ ومن نعمره، أهي تعمير أهي، ننكسه في الخلق، ومن نعمره. الشاهد من الكلام ده إيه؟ إن إحنا عندنا بطاريات فيها تعميرة. حلو كده؟ لو أنت إنسان بتتوتر كتير، تجاربك الاجتماعية قاسية، بتستنزف بسرعة، التعميرة بتاعتك إيه؟ بتخلص بسرعة، وبالتالي عمرك بيقصر. مع إنه هو العمر ده المفروض مثلا يكفيك مثلا 65 70 سنة، بس أنت استهلكت. عارف الموبايل لما يبقى البطارية مشحونة تديك يومين 3 استعمال، فأنت دخلت تلعب جيمز فاستهلكت البطارية في ساعة أو في ساعتين. هل المشكلة في البطارية؟ لا، هي البطارية مشحونة بالكامل وتقدر تديك يومين استعمال. المشكلة في إيه؟ في طريقة الاستعمال اللي استنفذت عمر البطارية. نفس الفكرة بالظبط. ربنا سبحانه وتعالى بيعمرنا، فالبطاريات المتعمرة عندنا دي تدينا زي ما النبي قال أعمار أمتي بين 60 و70، تديك لغاية 70. بس أنت في تجاربك وفي حياتك ممكن تمر بظروف وتتعامل مع تجاربك بطريقة معينة تقوم تشفط اللي في البطاريات، فعمرك إيه؟ يخلص وأنت لسه صغير. هنا بقى أنت تخيل عندك بيت ومال وحسابات بنكية وعمرك خلص. يعني أهم متاع قبل السيارة والبيت والصحة كل ده أهم متاع مش موجود، اللي هو إيه؟ متاع العمر. فربنا سبحانه وتعالى عمل لنا عبادة ميزنا بيها عن الأمم السابقة وعن أهل الكتاب، اسمها العمرة. يعني بالبلد كده التعميرة، بتروح تعمر بطارياتك اللي تقوم عتياك، يعني بتلف دوامة كده فتتعمر فترة جديدة. ادي فكرة العمرة، ولذلك من تمتع بالعمرة لأنها متاع. أما الحج بقى اللي هنتكلم عليه في الحلقة الجاية فده عبادة تانية خالص. حتى شوف اللفظين مفيش بينهم حروف مشتركة، عمرة حج، ده حاجة وده حاجة. طيب نرجع للعمرة. انت دلوقتي فهمت انت عايز تعمل عمرة ليه؟ علشان انا بطارياتي خلصت، عايز اتعمر، عايز اخد نفس جديد. خد بالك بقى، العمرة عشان تعمل التعميرة اللي بكلمك عليها دي مش هتعملها وانت قاعد في البيت، مش هتعملها وانت في بلدك، لازم تروح منطقة معينة في العالم. عارف الموبايل اهو، مش كده؟ فضى الشحن، هل كده هيتشحن وهو في مكانه؟ ولا بروح عند الكهرباء، انا بخلي الموبايل يتحرك عند الكهرباء واقربه من الشارج ويشحن فيه. نفس الكلام، انت عشان تتعمر فدي حكاية فيزيائية، فدي انت محتاج تسافر لمكان معين. ربنا سبحانه وتعالى حط قدرات كهربائية عالية في هذا المكان، وانت بقى بتحط جسمك ونفسك في المكان الكهربائي العالي ده فتتشحن. وهي دي بقى عبادة العمرة. فأول حاجة، انت مش هتعمل العمرة وانت في بلدك، انت هتسافر إلى المملكة العربية السعودية. عشان ايه؟ عشان رايح تتعمر هناك. طيب وانت رايح تعمل عمرة بيبقى قدامك 4 مراحل. بس قبل ما اكلمك عن المراحل دي عايز افكرك تاني، انت رايح تعمل عمرة فين؟ في مكة. ايه مكة دي؟ هنا بقى انا قلت لك ان الارض دي لها قدرات كهربائية ومغناطيسية عالية، قدرات ذرية. بص كده على اسم مكة، هي لها اسمين، مكة وبكة. شيل الهاء، بص على الفعل، مكة بكة.
مكة، شوف الكاف مشددة ازاي، وبكة. اعكس كده الحروف، مكة اعكسها، الكم، كم، مكة كم، يعني في كمية عالية، الكمية الكم، حتى في حاجة اسمها ميكانيكا الكم. يبقى مكة لما تشوف التكوين الجيولوجي بتاعها فيها ميكانيكا كم عالية جدا. طب بص على بكة، اعكس كده الحروف، كبة. يعني ايه كبة؟ كب يعني ملا الشيء. يعني مكة هي منطقة فيها ميكانيكا كم عالي، وكأن تم كب فيها، كب قدرات مغناطيسية وكهربائية عالية. ليه؟ لأنك لما تروح بقى هتحس بنتائج كل الكلام ده. يبقى عندك دلوقتي مكة، بكة، بعدين مباركا حرف الكاف برضو، بعدين الكعبة. عندك 4 مرات حرف الكاف. هنا بقى حرف الكاف لازم أكلمك عنه ولو دقيقتين. حرف الكاف هو الكتلة المغناطيسية العالية التقيلة اللي لازم تقرب منها عشان تتمغنط. خد بالك، لما بتجيب مسمار صغير وتلففه حوالين مغناطيس بيحصل له ايه؟ بيتمغنط. فبتلاقي كده لما بتمسك المفك وتقربه من المسمار تلاقي المسمار ايه؟ لزق في المفك. ليه؟ لانه مسمار متمغنط او المفك نفسه متمغنط. انت رايح بقى في منطقة فيها قدرة، يعني اكتر منطقة في العالم فيها ثقل فيها حرف الكاف، اكتر منطقة في العالم فيها حرف الكاف، حرف الكتلة، حرف كن، الحرف الاولاني في كن، حرف الذكورة، هي منطقة مكة المكرمة والمملكة العربية السعودية. انت رايح هناك علشان تعدل ميكانيكا الكم بتاعتك، تعدل المجال المغناطيسي بتاعك في المنطقة اللي هناك. فعندك 4 مراحل. حاجة اسمها الإحرام، هفهمك يعني ايه دلوقتي. حاجة اسمها الطواف، وهنفهم يعني ايه. وحاجة اسمها السعي بين الصفا والمروة، وهقول لك يعني ايه. واخر حاجة اسمها التحلل، يعني بتحلق شعرك او بتقصره. بس تخيل ال4 خطوات دول، انت فتحت البطارية بتاعت العمر وبعدين نظفتها وعمرتها بشارج جديد وقفلت وراجع لبلدك، راجع لبلدك شباب بعد التعميرة دي. ايه بقى؟ احرام، طواف، سعي، تحلل، ايه ده؟ وايه اللي بيحصل؟ والاذكار اللي فيهم بتأثر ازاي؟ والجيولوجيا بتأثر. رحلة بس العمرة في حد ذاتها تعتبر كنز من كنوز المعرفة انك تعرفها. فأول خطوة وانت مسافر رايح للمملكة العربية السعودية قاصدا مكة، حاجة اسمها الإحرام. عايزك تتخيل مكة عبارة عن، عارف الحجر الكريم؟ الألماسة، ألماسة أو ياقوتة. مكة في حد ذاتها اللي هي المنطقة اللي فيها المسجد الحرام، مش دي مكة الواحدة. مكة هي منطقة جغرافية كبيرة لها حدود، يعني لها بوابات. ولذلك انت ما بتاخدش بعضك كده مباشرة على المسجد الحرام على مكة، ده انت في نقاط جغرافية معينة وانت رايح لمكة اول ما بتمر عندها تغير هدومك وتتوضى وتستعد، وبتتحول انت من حالة انك انسان حلال لحالة انك محرم او محرم. انت رايح تزور ايه؟ البيت الحرام، مش كده؟ فانت نفسك بتحرم وبيتم تحريم كل الحاجات المباحة عليك. ارجع للي كنت بقوله، مكة مش هي بس المنطقة اللي فيها المسجد الحرام. مكة جيولوجيا لها بوابات 5 بوابات جيولوجية. تقدر تقول عاملة زي المجال الجوي كده او المجال الجيولوجي اللي وهو ماشي بيعدي على نقطة من النقاط ال5 دول فهو دخل للحجرة العملاقة الجيولوجية اللي اسمها مكة المكرمة من عن بعد. المناطق دي اسمها المواقيت. انت لما بتروح تعمل عمرة بيقول لك اول ما تقرب من الميقات. ايه هو الميقات؟ الميقات مش الوقت، يعني زمن، لا ده مكان. اول ما بتقرب من المواقيت ال5 بتغير ملابسك وبتحرم. طيب نيجي نقف على موضوع الإحرام لأن ده ربع العمرة.
اول مرحله من الاربعه الاحرام. انت الوقت جاي رايح لمكه، فعديت على واحده من البوابات الخمسه اللي هي ذي حليفه، رابغ، قرن المنازل، ويلملم، وميقات اهل مكه، وكمان ميقات ذات عرق. يعني عندك المداخل الخمسه الجيولوجيه بتوع مكه المكرمه. مجرد ما تقرب من واحد منهم وانت جاي لازم تتغير. ايه اللي بيحصل بقى التغير ده؟ هنا بقى سبحان الله في سر خاص بالملابس. هل تتخيل الملابس بتاعتنا لها علاقه بالتعميره وتفضية الشحن؟ يعني انت عارف لما انت بتركب كفر حوالين الموبايل، يعني ملابس حوالين الموبايل، فالموبايل يسخن فتبقى عايز تهويه، فبتقوم شايل له الكفر او تشيل له اي حاجه عليه، تشيله من اي مكان سخن. هل تتخيل ان الملابس بتاعتنا لها علاقه بموضوع التعميره؟ ولذلك اول شرط ايه وانت رايح تعمل عمره؟ بتغير الملابس في منطقه الميقات. فبالنسبه للرجل، وهنا بقى هيطلع لك فرق ما بين الرجل والمراه. خلينا نتفق ان الرجل المجال المغناطيسي بتاعه بيخرج لبره، ولذلك الراجل بيدلدق الطاقه بتاعته على اللي حواليه. هو اصلا الراجل معطي، هو معطي للطاقه، هو اللي معطي للمجال المغناطيسي، فبتلاقيه هو اللي بيقرب من المراه، هو اللي بيعطي. فالمجال المغناطيسي بتاع الراجل كانه بيخرج لبره، المجال المغناطيسي بتاع المراه كانه بيلف ويرجع لها، فهو مجال مغلق. مجال الرجل المغناطيسي مفتوح على الخارج، ومجال المراه مغلق على الداخل. ولذلك الراجل لما بيجي يحرم بيلبس لبس ايه؟ مفتوح. يعني بيبقى لابس الازار والرداء بيبقوا مفتوحين ومفيش اكمام، كانه اللبس ومش متخيط. ازار ورداء مش متخيطين، يعني عباره عن توب خالص من فوق من تحت ولونهم ابيض. لما تتامل في اللبس ده تحس انه بيمهدك لحاجه، تحس انه هو انت كنت لابس ايه من شويه؟ كنت لابس ملابس داخليه وملابس فوقها وملابس عليها واكمام في رجليك. يعني مجالك محبوس، مجالك انت مقفل عليه. اول ما بتشيل الملابس دي وتلبس الازار والرداء انت فتحت، يعني عارف مغناطيس واحنا ملبسينه حاجات في المجال ايه؟ مكسور، الخيوط المغناطيسيه مكسوره. فروحنا شايلين الملابس دي وحطينا ملابس تانية ما فيهاش خياطه عشان المجال يرجع ايه؟ يبقى مفتوح، كانك مغناطيس اتحررت فبقيت مفتوح بسبب لبس الاحرام. ده مهم جدا. بالنسبه للمراه بقى، ليه المراه ما بتلبسش لبس مختلف؟ هي كده كده بتلبس العبايه والحجاب بتاعها وبتروح، يعني ليه ما بتلبسش حاجه مختلفه خالص زي الراجل؟ لان احنا قلنا مجال المراه اصلا مغلق، هو مجال داخلي بيخرج وبيرجع لها تاني، مش زي مجال الرجل بيخرج لبره خالص. وبالتالي لبس المرأة ما بقاش فيه شروط غير انه يبقى محتشم ويبقى يعني عادي زي لبسها العادي، ومش هتلبس حجاب على وشها او يعني نقاب على وشها ولا قفازات في ايديها. فانتوا الاتنين في منطقة الميقات اللي هي البوابات الجيولوجية البعيدة بتاعت مكة المكرمة. غيرت الملابس، تطهرت، اغتسلت، صليت ركعتين، بتستعد بقى للذهاب إلى المسجد الحرام. ليه اتسمت الحكاية دي الإحرام؟ خد بالك من حاجة، من لحظة الإحرام للحظة التحلل. خد بالك كده من اللفظ. الإحرام يعني إيه؟ يعني بقيت أنت محرم، بقت الحاجات محرمة عليك. التحلل يعني إيه؟ يعني بقى كل حاجة حلال تاني، يعني بقى في حرام وتعمل حاجات كده وترجع تاني حلال. انت ما بين الامرين دول، هي دي بدايه الشحن. احنا رايحين نعمل ايه؟ ما تنساش رايحين نعمل عمره. هي بدايه الشحن، وبعدين دي نهايه الشحن، الاحرام والتحلل، وفي النص حاجات. وبالتالي اول شرط للعمره، اول مرحله للعمره، ما ينفعش تروح على طول على الكعبه تطوف وانت ما عملتش التجهيز الفيزيائي ده ليك، اللي هو عمليه الاحرام. طيب خلاص عملت الاحرام، دخلت من المواقيت الخمسة، بتقرب بقى كل شوية من مكة أكتر، وبتقرب من المسجد الحرام. المسجد الحرام، البيت المحرم. الركن الثاني بقى في العمرة هنا لما بتدخل للمسجد الحرام، ولسه هكلمكم إن شاء الله في حلقة تانية عن الكعبة وقيمتها
الفيزيائية والفلكية والجيولوجية. لسه عندنا حلقة، أنا بس خليت العمرة هي الأول، هنتكلم إن شاء الله بعدين عن الكعبة الواحدة. بتشوف الكعبة وبتقرب منها، وهنا بقى هتدخل الركن الثاني من العمرة، من التعميرة دي، اللي هو إيه؟ الطواف حوالين الكعبة. عارف لما أنت بتربط مسمار بتربطه إيه؟ مع عقارب الساعة، فبيبدأ المسمار إيه؟ ينزل ويتثبت. طب لو عايز تفكه بتقوم تحط المفك وتعمل إيه؟ عكس عقارب الساعة لغاية ما المسمار تلاقيه راح طالع وفك، مش كده؟ تخيل ان انت عندك حاجة كده متثبتة بمسامير وعايز تفكها عشان تعمل لها صيانة. بتبدأ تفك المسامير دي عكس عقارب الساعة، فتلاقي الحاجة راحت فاتحة. اهو ده اللي بيحصل وانت بتطوف. انت بتقوم تطوف ايه؟ عكس عقارب الساعة 7 أشواط، كأنك بتفك الايه؟ في حاجة بتتفك. شوف، تخيل كده، انت بتبدأ الطواف اول شوط المسامير البراغي او المسامير بتاعت ذراتك كلها متثبته تحت. كل شوط المسامير بتتحل وبتطلع، فكأن المسامير هتتفك، في حاجه هتتفتح كمان شويه. ولذلك بترتبط كلمه الطواف بكلمه اسمها الطفو. عارف انت الطفو؟ لما بنجيب حاجه في الميه ونحاول نغرقها تقوم هي تطفو. يعني ايه الطواف؟ الطفو يعني الطلوع على وش الميه. الطواف وانت بتطوف كده فانت بتطفو. ولذلك في ناس بتروح عند الكعبه بس عشان تطوف، يعني ما بيعملوش لا عمره ولا حاجه، هم بس رايحين يشوفوا ايه اللي بيحصل وهم بيطوفوا. فكانت الكلمه الشهيره اللي سمعتها منهم بيقول لك لما بطوف بحس ان انا متشال من على الارض، بحس ان انا عكس الجاذبيه، في حاجه رفعاني من على. هو ده الطفو. ما الطواف بيوصلك للطفو. سبحان الله. ولسه في موضوع الكعبه دي لم تاخذ حقها العلمي، وانا بقول اهو شوف احنا في عصر العلم وكل حاجه اتكشفت، ذرات، نووي، كل حاجه اتكشفت، وعند الحته دي الغاز وغموض ولم تكشف تلك الاسرار الى اليوم، مع انها ممتلئه بالاسرار والكنوز العلميه. المهم، عملت انت الطواف حوالين الكعبه 7 أشواط. طب انا بقى بعمل ايه وانا بطوف؟ انت الوقت وانت بتطوف حوالين البيت الحرام بتبقى اول حاجه عكس عقارب الساعه، و2 بتبقى متطهر. ده من شروط الطواف حوالين الكعبه. في هنا بقى نقطه عند الكعبه دي قلت لك مليانه اسرار. بدايه الكعبه اللي هو عند الحجر الاسود، وقريب هنتكلم وهنفتح موضوع الحجاره عموما. بتبدا الطواف من عند الحجر الاسود والطوف عكس عقارب الساعه، وبيبقى الحجر الاسود هو معيار بدايتك ونهايه، يعني بدايه الشوط ونهايه الشوط اللي انت بتطوف فيه. فبتبدا وتلف، ولما ترجع له يبقى خلصت شوط. وبتبقى انت وانت بتطوف كاشف كتفك اليمين. طب ليه؟ بالنسبه للرجل ليه بتكشف كتفك اليمين؟ وكل لما تقرب من الحجر الاسود بترفع ايدك وتسلم وتكبر. خد بالك ان الكتف اليمين بتاعك انت نفسك عامل زي البطاريه. ده القطب الموجب وده القطب السالب. المجال المغناطيسي بتاعك بيطلع من هنا ويروح لهنا، ما بين ايديهم وما خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم. فهنا القطب الموجب بيطلع ويروح للقطب السالب، فانت بترفع القطب الموجب لاتجاه الحجر الاسود. الحجر الاسود زي ما هنتكلم بيطلع منه رايح جاي، يعني موجات مغناطيسيه رايحه ليك وجايه منك، هو بيسحب منك وبيديك. فانت بالقطب الموجب بتاعك بتبعت وبتاخد، وبعدين تعدي الشوط وتقوم راجع له تاني عامل نفس الحركه، وتعدي الشوط، وهكذا الى ان ينتهي الطواف. طبعا وانت بتطوف بتدعي ربنا، بتجدد الولاء لربنا سبحانه وتعالى، بتتجرد، بتخلص لله. الطواف ده وانت بتطوف انت بتفتح مسامير حياتك، انت بتفتح، عارف الذرات بتفكك المسامير والبراغي المتثبته من يوم ما انت قدر لك انك تتخلق، بتتفتح في اللحظه دي تمهيدا لموضوع الصفا والمروه. لان خد بالك دايما ربنا ربط ما بين الطواف حوالين الكعبه
والطواف حوالين الصفا والمروه، لان دي بتكمل دي. خلينا دلوقتي نشوف انت بعد ما طفت حوالين الكعبه بقيت فاكك حاجات لازم ترجع تتربط. مش انت طفت عكس عقارب الساعه، يبقى انت فتحت حاجه معينه لازم بقى ترجع تثبتها. ولذلك هنا بقى يجي الركن الثالث اللي هو السعي بين الصفا والمروه. مجرد ما بتخلص الاشواط السبعه حوالين الكعبه وفتحت المجال بتاع حياتك، وهنا بقى حته صغيره قبل ما نروح للصفا والمروه، شريط العمر، عارف التعميره؟ شريط العمر استعمالك للعمر بيبقى مع عقارب الساعه. دايما لما بتمشي مع عقارب الساعه فانت بتقرب من النهايه. طب لو انت عايز تصلح حياتك بتمشي عكس عقارب الساعه. عارف لما انت بتقعد تتذكر الماضي، ايام ادم، بدايه الخليقه، فانت هنا بتعمل ايه؟ تتذكر لما ربنا خد مننا العهد. انت كده بتمشي عكس الزمن. تخيل انك عشان تعمر حياتك ما ينفعش تعمرها وانت رايح لقدام، لازم ترجع كان في زمان شرايط، لو تفتكرهم، كان عارفين الشرايط زي شرايط الفيديو او شرايط الكاسيت بتاعت زمان، كنا بنحط قلم كده في وسط الشريط ونقعد نلف العكس او نعمل كده. يعني لو انت عايز ترجع الشريط لورا كنت بتقعد تلفه كده عشان تجيب المقطع من الاول. انت بيحصل لك وانت بتطوف نفس الحكايه. الكعبه هي المحور وانت بترجع الشريط لورا عشان تبدا، يعني كانك رجعت 20 سنه ورا وترجع تعمره من جديد. خلصت طواف حوالين الكعبه بتروح بقى للصفا والمروه. وانت رايح للصفا والمروه انت كنت ايه من شويه؟ حوالين ايه؟ الكعبه، محور الوجود بتاعنا، محور الكون. فكان يعني حاجه واحده الكعبه. انت الوقت رايح لايه؟ لزوجين اللي هو ايه؟ الصفا والمروه. فدي معادله تانية. لما بتبقى حوالين محور فانت بتظبط المجال كله. طب لما بترجع حوالين زوجين فانت بترجع بقى لحياتك الطبيعيه. هتفهم الوقت. ربنا بيقول ايه؟ ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. ايه بقى قصه الصفا والمروه؟ لما رحت وشفت الصفا والمروه وساعات ما بينهم، اول حاجه فتحت الموبايل اشوف الاتجاهات. الصفا فين والمروه فين؟ هما باينين. انت هنا مثلا في الصفا هتروح كده للمروه وترجع. انا بقى وانا واقف في المكان بقول ده فين بالظبط دلوقتي؟ فتحت لقيت الصفا والمروه محطوطين جنوب وشمال. ايه؟ جنوب وشمال، مش شرق وغرب، لا، جنوب وشمال. ما تفكركش بحاجه موضوع الجنوب والشمال ده. الجنوب هو الموجب والشمال هو الايه؟ هو الساحب السالب. دايما لما انت، يعني اقول لك على حاجه، لو انت نزلت تتمشى في شارع بالبلدي خالص اهو، نازل من اول الشارع رايح جاي، قاعد بتتمشى بتفكر في حاجه او بتتكلم مع حد، هل تفرق لو كان الشارع ده شرق غرب، يعني من الشرق للغرب، او من الجنوب للشمال؟ مين فيهم يشحنك كهربائيا اكتر؟ الجنوب شمال. ليه؟ لان الجنوب اتجاه القطب الموجب والشمال اتجاه القطب السالب. فما بالك بقى لما يبقى في جبلين في الجنوب والشمال دول، واحد اسمه الصفا والتاني اسمه المروه. وسبحان الله الجبل الصفا باين وبارز وكبير، يعني ده قطب ايه؟ دايما الحاجه الباينه البارزه بتبقى ايه؟ موجب. وجبل المروه لما تروح له تلاقيه مش باين وتلاقيه عباره عن ارض مستوى، يعني قطب ايه ده؟ قطب سالب. ولذلك وانا في منطقه الصفا والمروه اوتوماتيك قلت انا واقف الوقت في بطاريه. عارف البطاريه الصابع؟ البطاريه اللي بتبقى على شكل صابع بيبقى لها قطب موجب من هنا وقطب سالب من هنا، والالكترونات بتروح رايحه جايه ما بينهم. تخيل وانت في منطقه الصفا والمروه. هي منطقه الصفا والمروه دي اللي مش فاهم، هي بتبقى عباره عن ممر طويل شبه البطاريه الطويله كده. هنا جبل الصفا موجب والمروه تحت منحدره شويه، وانت بقى رايح جاي ما بين الاثنين. انت بتتحرك في بطاريه طويله ما بين قطب موجب وقطب سالب 7 أشواط.
وهنا في حاجة برضو غريبة في التسمية، صفا مروة. يعني ايه؟ صفا جاية من الصفوف، صف، تصفية. يعني يا معلم أول ما بتروح عند جبل الصفا ذرات جسمك بتبدأ تتصف، بتبدأ الشتات اللي في جسمك بيبدأ ياخد صفوف تمهيدا للتصفية. ده وانت عند جبل الصفا اللي هو القطب الموجب. تروح عند جبل المروة، مروة لفظ مؤنث اهو، بيجي منه كلمة الايه؟ التمرير والمرور. يعني في حاجة بتمررها بعيد عنك. يعني بص، ذراتك ملخبطة، فالكهرباء اللي جواك هي كمان محبوسة ما بتطلعش، فبنحتاج ننظم الذرات، نصفها عشان الكهرباء تمر. لاحظ معايا الكلمات، نصفف الذرات تبقى صفوف عشان الكهرباء تتمرر، صفا ومروة. فلما بتروح عند وبتبدأ بالصفا وبتنهي بالمروة، بتروح تصف ذراتك عند الصفا. انت تعرف لو انت اكلك كويس، ده برضو حاجة عشان ما تستصعبش الكلام، اقول لك على حاجة بصراحة. لو انت يعني حنبلي في اكلك، يعني واقف على اكلك، مفيش هزار في السكريات ومش عارف ايه والكلام ده، احساسك بجسمك هيبقى عالي. فلو انت رحت الصفا والمروة وانت احساسك بجسمك عالي، هتحس باللي انا بقولك عليه ده. عند الصفا هتحس ان انت بتتصف، بتتظبط، والمروة تحس ان انت في حاجة بتخرج، بتروح رايح جاي، وفي النص ما بينهم بتجري شوية. يعني بتعمل كأنك بتتنفض كده، اللي هي منطقة كده ما بين الصفا والمروة، بتهرول فيها وتقوم رايح للمروة وترجع. ايه اللي بيحصل بقى هنا وانت بتطوف ما بين الصفا والمروة؟ انت يا باشا بترتب ذراتك، مش خلاياك. انا قلت لكم الموضوع ده مرتبط بالذرات. بترتب ذراتك وبتبدأ تفتح فيها منافذ لخروج الكهرباء الكامنة جواك. هتقول لي كهرباء الكامنة جوايا؟ انت تعرف والله العظيم من اكتر الحاجات اللي حسيت فيها بالكهرباء، مش بالكهرباء انك تتلسع، بكهربة الانسان، مكة والمدينة. دي اكتر اماكن كهربتك بتبان فيهم. ايه الكهرباء دي؟ نورك او ظلامك. الكهرباء دي اللفظ العصري بتاع الكلمات دي. انت تعرف كل سيئاتك، ذنوبك، امراضك، خطاياك موجودة في كهرباء، والكهرباء دي محبوسة بين الذرات عندك. فانت محتاج تفرغها. عارف لما الكهرباء دي بتخرج، بتاخد ذنوبك وسيئاتك اللي حبسالك نموك وتطورك وتمشي. ولذلك اول ما بتخلص طواف ما بين الصفا والمروة بتعمل ايه؟ ودي حاجة غريبة جدا. انا لما كنت بطوف بين الصفا والمروة وبسعى بينهم، انا عارف ان المرحلة الجاية ان انا هروح احلق الشعر، يا تحلق يا تقصر. انا دلوقتي رقم 1 عملت الاحرام ولابس لبس معين وبقيت فاهم بيعمل ايه اللبس ده، وعديت من المواقيت. 2 طفت حوالين الكعبة، فكيت كل المسامير وطفت فوق. 3 دخلت في بطارية موجب وسالب اللي هم الصفا والمروة، اعادت تنظيم الذرات عندي. ايه اللي حصل بقى؟ اول ما بتقرب من الشوط السابع في الصفا والمروة، بتبقى سيئاتك، لخبطتك، ذنوبك طلعت على شكل تيار كهربائي في اعلى نقطة في راسك، يعني في شعرك. يعني لان الكهرباء دي خفيفة، فمش هتنزل في رجلك، لا هي بتبدأ تطلع لغاية ما تبقى في شعرك. ولذلك بعد الصفا والمروة بنعمل ايه؟ عارف انت ليه رجل او امرأة؟ يعني كله، يا اما الرجل يحلق يا اما يقصر. يعني طرف الشعرة، لا حتى عند المرأة لازم يتقصر. ايه بقى اللي في طرف الشعرة؟ في سم في طرف الشعر. كل اللي فات ده اهو انت جاي تعمل ايه؟ عمرة، ما تنساش جاي تعمل تعميرة. طب عشان اعمل عمرة مش بطرد حاجة
بفضي البطارية من حاجة وحشة سم جواها واحط شارج جديد. السم بقى اللي كان جوه البطارية ده بيطلع فين؟ في شعر راسك سواء رجل او امرأة. فبتقوم تعمل ايه؟ ما ينفعش يفضل في شعر راسك، فبيقوم فرض عشان عمرتك تكتمل انك تقص طرف الشعر حتى لو كان المرأة، لان الطرف اللي اتقص ده بقى انت ما تعرفش ايه السم اللي جواه، ايه الكهرباء العالية اللي جواه. وسبحان الله تقص شعرك وتاخد دش وتخلص عمرتك تحس بالراحة التامة. ايه ده اللي انا كنت بعمله ده؟ ايه العملية الغريبة دي؟ العملية دي طبعا كفاءتها بتعلى، انا شرحتها لك ايه جيولوجيا وفيزيائيا وكهربائيا، لكن كفاءتها بتعلى لما بتبقى بقى فيها البعد الروحي. يعني وانت عند الصفا وانت اصلا، تعالى بقى اكلمك على البعد الروحي، انا كلمتك دلوقتي على البعد الجسدي والكهربائي، تعالى بقى اما اكلمك في البعد الروحي. وانت عند الاحرام في المواقيت انت رايح تقابل ربنا، فبتبدا تستغفر، يعني انت هتقابل ربنا فتستغفر وتتوب وتتجرد بقى من كل الدنيا اللي انت جاي منها. فاحسن حاجات تعملها وانت في الاحرام الاستغفار، التوبه والتطهير، رب اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، الاخلاص والتجرد، انت سايب الدنيا كلها وجاي تقابل ربنا. ده الشق الروحي وانت في مرحله الاحرام. طب وانت عند الطواف حوالين الكعبه عندك تكبير ربنا وتعظيمه والدعاء المفتوح وتدعي للاخره. تعرف الطواف ده بالذات انا لسه هعمل له حلقه، هتبقى حلقه عن الكعبه وعن الطواف لوحده، لان ده من اعظم الاعمال التي لم تاخذ حقها في التاريخ الانساني، موضوع الكعبه والطواف حواليها، فانا جاي لها تاني ان شاء الله. بعدين تيجي عند الصفا والمروه، وانت عند الصفا انت عند القطب الموجب الجبل البارز، فتدعي بالقوه، القوه والعطاء. ولما تيجي عند المروه انت عند القطب السالب عند الجبل المنحدر، فتدعي بالاستغفار بالتطهير، لان المروه بتشد، المروه يعني مرور تمرير شيء. فده الشق الروحي والتكبير والادعيه والاذكار اللي بتتقال وانت بتعمل كل الاعمال دي بتعلي كفاءه العمره بتاعتك، فتبقى انت عملت عمره راجع منها متعمر تماما، ومعاك بقى رصيد ممكن يكفيك 20 او 30، يكفيك بقى زي ما يكفيك على حسب. ولذلك اللي بيعمل عمره بيدمنها، لانه بيحس ان هو عارف لما بتعمل فورمات للكمبيوتر بتاعك فيبقى خفيف فيرجع يشتغل تاني بكفاءة اعلى. العمرة بتديك الاحساس ده، فهتلاقيك كل شوية عايز ترجع تعمل عمرة من جديد. ادي كده عبادة العمرة، مع ان في تفاصيل اخرى هنعرفها في الحج وتفاصيل اخرى ان شاء الله هنعرفها في لما نتكلم عن الكعبة والطواف، الا ان الفيديو بتاع النهاردة كان بيعلمك ازاي تعمل عبادة عمرة وانت فاهم ومستشعر الخطوات اللي انت بتعدي عليها. كان في حاجه صحيح نسيت اقولها، بعد الطواف بنقف نصلي ركعتين باتجاه مقام ابراهيم، اتجاه الكعبه ومقام ابراهيم. ولما نتكلم ان شاء الله عن الحجر الاسود وحجر الركن بتاع مقام ابراهيم هتفهم ليه من السنه انك تصلي ركعتين باتجاه مقام ابراهيم، لان نوع الحجر بتاع ركن ابراهيم مختلف عن نوع الحجر بتاع الحجر الاسود او نوع الحجر الاسود عموما. ده كده كان فيديو بيعلمك ازاي تعمل عمرة وانت فاهم ومبسوط. وفي فرق كبير، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يعني وانت بتطوف دلوقتي وانت فاهم ايه ده وتأثيره على جسمك مختلف غير وانت بتطوف وانت مش فاهم حاجة. طبعا الاتنين لهم الأجر، الإنسان اللي بيستجيب لأمر ربنا سبحانه وتعالى وبيؤدي العمرة له الأجر، بس فرق كبير ما بين انك انت بتستجيب وبتأدي العمل يعني وانت ما انتش فاهم ابعاده وتأثيره. لان على فكرة وانت بتأدي العمل وانت فاهمه شكرك بيبقى عالي. يعني انت دلوقتي رايح جاي بالطوف وفاهم وحاسس، فبتشكر ربنا انه علمك الحاجات دي، انه شرع عليك الشرع ده اصلا، وانه جابك من البلاد ويسر لك عشان فشكرك بيبقى عالي. اما لو انت بتعمل العبادة وانت مش فاهم تأثيرها فأكيد مش هتشكر بالكمية اللي هتشكر بيها وانت مدرك ايه اللي انت عملته. ما زال الموضوع مخبي كتير من الأسرار هنتعرف عليها ان شاء الله في الحلقات الجاية بإذن الله. اشوفكم على خير. الفيديو ده وصلوه لكل الناس اللي رايحين يعملوا عمرة او رايحين يحجوا وبالتالي هيعملوا عمرة وهم هناك، بحيث هم يدركوا الأبعاد دي ان شاء الله. اشوفكم على خير الحلقة الجاية بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.